السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على المرسلين. إخواني أخواتي، خليونا اليوم نهضروا على واحد الحاجة ما كتبانش ولكن كتعين. نهضروا على النفس ملي كتقل بالضغوط وكتبان ضاحكة وهي تعبانة. ماشي كل سكوت راحة وماشي كل ضحك سعادة. راه كاين ناس كيدوزو الحروب داخلهم، كاين ناس كيدوزو الحروب داخل ديالهم ما كيشوفهم حتى واحد. ربينا على أن القوة هي نتحمل، ولكن ما تعلمش لينا أن التحمل كتكسر النفس وكتعييها. النفس ماشي حاجة، النفس إحساس. النفس هي إحساس واحتياج ووجه مؤجل ووجه مؤجل. التعب النفسي ما كيجيش فجأة، كيجي بشوية بشوية، ومن التجاهل ومن الكتمان ومن ملي كنقولوا أنا بخير وأنت ماشي بخير. كتقول أنا بخير ولكن أنت داخل ديالك راك محطم. والحقيقة الاعتراف بالتعب ماشي ضعف. الاعتراف بالتعب ماشي ضعف، راه شجاعة. هي كنتشجعو، راه شجاعة كنتشجعو. والطلب المساندة ماشي عيب، راه وعي. ديننا علمنا، الدين ديالنا علمنا أن الله قريب من كل مكسورين، وأن الرحمة قبل القسوة. الرحمة سبحانه وتعالى قائمة قبل القسوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم ما في السماء. وأول واحد ما حلاش الرحمة وأول واحد اللي محتاج الرحمة هو راسه. هو راسه. حبس شوية وسول راسك، دير واحد توقف وسول راسك: أين آخر مرة اهتميت بالنفس ديالك؟ شمن مرة في الآخر ديال هاد الأيام هادي فوقاش اهتميتي براسك واهتميتي بالنفس ديالك؟ وأين آخر مرة نسولو راسنا أين؟ نجلس مع راسي نقول أين آخر مرة سمحت لراسي؟ يعني بلا إحساس وبلا ذنب، زعما بلا ما يحسسني بأنني مذنب، ولا بلا إحساس بأنني مكنتهلاش براسي. خصني نجلس مع راسي ونهضر. راه إلا ما ديريهاش أنت في راسك تقول هي هذيك الناس أخرين، راه ما يمكنش، راهم غيضحكوا عليك. ما علينا، ما تقارنش وجعك بوجع شي واحد آخر. الوجع ديالك ما تقارنش بشي واحد آخر، حيت الوجع ما كيتلقاش. جاي واحد راه حسيت بيه، يا ودي عندك ما تحس بيا. راه أنا كل واحد كيحس براسو. قال لك كل مزود مخبوط به، قال لك ما كيحس بالمزود غير اللي مخبوط به. هذه هي القصيدة اللي بغيت نقصد لكم أنا. واللي كيوجعك حقيقي حتى إلا ما تفاهموش الناس. فهمتوني؟ إلا الوجع ديالك راه حقيقي واخا ما تفهموش الناس، راه أنت اللي كتوجع ماشي. أعطي لراسك حق الراحة وحق الهضرة وحق تكون إنسان، ماشي آلة، ماشي أنت روبو ولا شي حاجة.
عطي راسك الراحة ضروري، وخلي في بالك ديما اللي تصلحات النفس كتصلح الجسد، ملي كتصلح النفس كيتصلح الجسد. هذه من طبيعتها، النفس مكسرة الجسد غيكون مكسر. هذه والاطمئنان كيتساهل، اطمئنان باش نطمئن على نفسي كنسهل عليا الطريق، فهمتي؟ كنسهل عليا الطريق كنسولو الله يربط على القلوب اللي تعبانه، واجعل ربي يربطنا على القلوب اللي تعبانه، ويضمن النفوس اللي قلقانه، ويجعل كل كسر جبر وفي كل تعب اجر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.